بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. في تطور متوقع لم يحضر سفير فرنسا في المغرب كريستوف لوكيرتي حفل استقبال الملك محمد السادس اليوم الاثنين في القصر الملكي بالرباط، حيث تم استقبال عدد من السفراء الأجانب الذين قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم في المغرب. وقد استقبل الملك محمد السادس 14 سفيرا معتمدا في المغرب، بمن فيهم سفراء دول الدنمارك، قطر، ألمانيا، روسيا، اليابان، السودان، إثيوبيا، الصومال، جمهورية القمر، غينيا، كولومبيا، الباراغواي وبنما. وأعلنت فرنسا تعيين سفير جديد في الرباط بعد أن بقي المنصب شاغرا لأكثر من شهرين ونصف، فيما لا تزال المملكة بدون سفير في باريس منذ تولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منصبه في قصر الإليزي عام 2017. شهدت العلاقات المغربية الفرنسية تأرجحات عدة على جبهات مختلفة، سواء كانت سياسية، دبلوماسية، اقتصادية أو إعلامية. المغرب يفعل نظام البق ميزهق مع السفن القادمة من فرنسا. اضطرت إدارة ميناء طنجة المتوسط اليوم الاثنين إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية والبيئية بعد كشاف شبهة وجود حشرات البق على متن باخرة من ميناء مارسيليا الفرنسي. وتبينت وجود هذه الحشرة خلال عملية المراقبة الصحية الاستباقية، مما استدعى تنفيذ بروتوكول صحي صارم. وتشمل هذه الإجراءات إجراء عملية تعقيم وتنظيف شامل ودقيق لجميع أجزاء الباخرة وحمولتها قبل استقبال المسافرين والمركبات القادمة على متنها، في سياق مكافحة هذه الحشرة الضارة. تجتمع الحكومة الفرنسية لوضع خطة عمل لمكافحة بق الفراش بعد رصدها انتشارها في مجموعة من المدن الكبرى في فرنسا. تجدر الإشارة إلى أن بق الفراش هي حشرة صغيرة تسبب حكة شديدة لدى لدغها للإنسان، وتهاجم أنواعا مختلفة من الحيوانات. تعتبرها السلطات الصحية والبيئية آفة صحية تتطلب مواجهتها بفعالية. فضلا منكم وليس أمرا مني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل